بهذا الهدف الجميل المميز من بلبينة نرحب بكم في حلقة جديدة من المساء الرياضي، وضيوف هذا المساء فتح المولدي ووحيد بسيوف وصابغ الراوي وبدر الدين الإدريسي. ونبدأ مع وحيد. ألف مبروك يا وحيد هذا الانتصار الجميل المميز وكذلك بهذا الهدف الأروع. مرحبا شاري، مرحبا من زملائنا. طبعا أنا أعتبر اليوم نفسي أسعد واحد في العالم لأسباب كثيرة تتعلق بالمنتخب الجزائري، لكن إن شاء الله تكون البداية وما زال مثل ما قال المرحوم رابح درياسة في أغنيته الشهيرة اللي كتبها في الثمانينات. شاري، أنا حبيت نحكي على الأمور كثيرة. في المرة الماضية كنت قلت أن المنتخب الجزائري أقوى المرشحين. ممكن البعض قال كلامك عاطفيا، لكن لم يكن عاطفيا، وأنا أعي جيدا ماذا أقول. المنتخب الجزائري اليوم أثبت كلامي. المنتخب الجزائري اليوم أطاح بواحد من أفضل المنتخبات في إفريقيا هذا الموسم، المنتخب الكونغولي الذي أطاح بنيجيريا والكاميرون في تصفية كأس العالم. أنت تعلم جيدا ماذا يعني كأس العالم بالنسبة للمنتخب الكاميروني وكذلك المنتخب النيجيري. اليوم أثبت المنتخب أنه مرشح قوي. شاهدنا كيف يسيطر على المباراة. شاهدنا المنتخب الكونغولي لم يبادر اليوم. المنتخب الكونغولي الذي لعب مباراة كبيرة من السنغال، وكان المبادر 90 دقيقة وهو يهاجم ولعب مباراة كبيرة وكان الطرف الأفضل في مباراة السنغال، لكن اليوم لم يبادر، كان يلعب على ركلة ترجيح. وهنا يتأكد ما قلته المرة الماضية. وكذلك المنتخب الكونغولي، المنتخب يملك كل الأدوات. نتكلم على باكامبو، نتكلم على بوغوندا، لكن لم نراهم في مباراة اليوم. اليوم أثبت حتى المدرب أنه محنك تكتيكيا من خلال التغييرات اللي قام بها، وكذلك من خلال تغيير مراكز اللاعبين، وهذا أكد أنه مدرب يستحق المبلغ الذي يأخذه. إذن كما شاهدنا بهذا السيناريو الجميل، بهذا الهدف الأروع المؤثر، صاحب السبع دقائق في المشاركة أصبح أفضل لاعب في هذه المواجهة عادل بلبينة. نبارك للجزائر ونبارك لكل العرب، فخورين بهذا الأداء وكذلك بهذا التنظيم في نسخة مميزة هناك في المغرب. ترك التعليق. صحيح، تعليق ساعة. أولا نباركوا لشقانا وحبابنا الخوة الجزائريين. ثم عادل، كان عادل فعلا، لأنه المقابلة كان الفريق الجزائري يستحق الفوز، وبلبينة وصل السفينة إلى بر الأمان. كنت أتذكر كي الجزائر الحبيبة فازت في 3 مقابلات، وبديت التعليق متاعي 1 2 3 فيفا الألجيري. اليوم فازت ب4. 1 2 3 4 الألجيري إلى بلو فورت، معناها هي الأقوى. وفعلا هذه تحية من القلب للفريق الجزائري اللي أكد مرة أخرى وأنه فعلا من المرشحين الكبار لهذه الدورة، رغم المسار الصعب والصعب جدا، لأنه في المقابلة المقبلة سيكون مع نيجيريا اللي عندهم 4 انتصارات و4 انتصارات، فنهائي قبل الأوان. سأعود لك من المرشحين الكبار، خصوصا بعد ما تحدث وحيد لك مغزى ومقصد. صابر، من أين تبدأ في هذا الجزائر المميز؟ أبدأ من عنوانك المميز. بلبينة عبر بالسفينة، وأضيف عليها بلبينة عبر بالسفينة وحصد البطاقة الثمينة. الله. هقول حصد ولم يخطف. لماذا؟ لأنه بالفعل الفوز الجزائري مستحق، وأي متابع منصف للمباراة كان يتوقع أن المباراة من الممكن أن تحسم من شوطها الأول، كمان عطفا على المستوى الرائع اللي قدمه المنتخب الجزائري. لم تكن هناك أي حضور قوي للمنتخب المنافس، المنتخب الكونغولي، رغم قوته ورغم التشكيلة المدججة بالنجوم في كل الخطوط، إلا أن الإصرار لدى اللاعبين الجزائريين يعني صنع الفارق بشكل واضح، ناهيك عن الدور الكبير جدا. دايما بيقول لك الشوط الثاني شوط المدربين، النهارده كان الشوط الثاني والثالث والرابع اداء اكثر من رائع من المدرب بيتكوفيتش. اللاعبين كلهم الحقيقه لو بدانا من اول لوكا زيدان لحد وصولا لبغداد بنجاح، ومرورا بالطبع بالعلامه الفارقه اللي كان فاكهه اليوم الختامي
عموما النهارده كان هو ابرز نجم النهارده عادل بلبينة رغم الدقائق القليله اللي شارك فيها. لاعب متميز جدا، وده اعتقد انه يحسب للبطوله كاس العرب انها افرزت لنا هذا اللاعب. طبعا كلنا كنا عارفينه وكنا متابعينه، وانا وحيد كمان هنا بحكم ان احنا متابعين الدوري القطري عارفين هذا اللاعب وعارفين ان هذا اللاعب وامكانياته جيدا، ولكن لولا في رايي الشخصي لولا كاس العرب ما شاهدنا عادل بلبينة يتواجد مع الفريق. ودي قيمه اللعيب اللي من الممكن ان يتواجد على دكه البدلاء، انه ما يزعلش، انه ما يغضبش، لانه ممكن هيجي الوقت عليه اللي يظهر امكانياته حقيقه ويقود منتخب بلاده الى تحقيق مثل هذا الانتصار الرائع. الفرحه مستحقه. عادل بلبينة بهذا الهدف المميز، ونشاهد الهدف الذي لا يمل من مشاهدته في كل مره، هدف جميل نتج عنها هذه الفرحه اللي نتابعها مع نجوم الفريق، وخصوصا في مساله أن يحمل الجميع وهو لاعب مستجد في المنتخب الجزائري لقيمه هذا الهدف وهذه الفرحه لهذا النجم عادل بلبينة. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير لكل الزملاء والاصدقاء، تهانينا القلبيه لاخينا وزميلنا وحيد وايضا للشعب الجزائري هذا العبور الجميل. لا اعتقد على انه يمكن ان تجد سيناريو افضل من هذا الذي شاهدناه لكي تحتفي بتاهل مستحق وبدخول الى صرح الكبار بهذه الطريقه الجميله. اعتقد قدم المنتخب الجزائري مباراه جميله جدا في كل النواحي، لا التكتيكيه ولا ايضا النفسيه ولا روح الفريق. احنا قلنا بالامس على ان المباراه ستكون صعبه، وهكذا كانت في كل دقائقها. المنتخب الجزائري يبادر، المنتخب الكونغولي يدافع، المنتخب الجزائري يبدع ما يقدر عليه من حلول لفك هذه الشفره الدفاعيه. فكها عادل بلبينة الى ان جاء بولبينا من دكه الاحتياط، خرج كما يخرج المارد من مصباحه السحري ليطل بهذا الهدف الجميل وهدف الرائع. هدف جميل ورائع وانطولوجي لانطولوجيه التوقيت ايضا، لانه لما تسجل في التوقيت والمباراه على مقرب، وانا كنت اضع يدي على قلبي لانه العبور الى ضربه الترجيح تخلي ان الحظوظ تبقى متساويه، وممكن انك تندم وقتها انك قدمت مباراه جميله، لكن ضربة الترجيح لم يبتسم لك الحظ كما حصل مع منتخبنا التونسي الشقيق. ما كنت أتمنى قطعا هذا السيناريو، فلذلك هذا الهدف يعتبر هدفا تاريخيا سيرسخ في الذاكرة وسيخلد اسم هذا الولد في الذاكرة، لأنه هذا دليل على أن كرة شمال إفريقيا وعرب إفريقيا يتمتعون في خزاناتهم وأيضا في قاعدتهم بلاعبين مميزين جدا. طبعا التحية لكل اللاعبين على روحهم الجماعية، والتحية على وجه الخصوص وأنا أريد أن أعود هذا الموضوع إلى المدرب بيتروفيتش، لأنه كان في اعتقادي هو الرقم الصعب في معادلة الفرح الجزائري بالتأهل إلى الدور الربع النهائي. حلوة الفرحة، حلوة جميلة ومعبرة. من أين تبدأ في كمية الإيجابيات؟ من عادل بلبينة ولا من لوكا زيدان في عدم استقبال أي هدف بعد إراحته في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، من الفريق، من المدرب بيتروفيتش؟ كثير المميزات، أين تبدأ فيها؟ أنا أبدأ من بلبينة. الكرة الجزائرية لا زالت ولادة صراحة، لأن الكرة المحلية ممكن أحيانا تتعرض للظن، لكن إذا وفرت لها البيئة المناسبة اللاعب المحلي سيتألق. الجزائر التي قدمت لنا الكرة المحلية قدمت لنا ماجر، بلومي، مناد، عصاد، بإمكان أن تقدم كذلك لاعبين كبار مثل بلبينة. أنا الهدف صراحة في وقت اللي كنا نحتاج إلى واحد حاسم، كنا نحتاج الى لاعب مثل رونالدو، لكن ظهر لنا بولبينالدو. انا اسميه بولبينالدو، الطريقه اللي سجل بها على طريقه رونالدو، وكان صراحه هدف رائع. حتى المعلق حفيظ الراجي يعني اطربنا بالطريقه التي علق فيها، يعني تحدث حتى بلحظه عفويه تحدث عن والدته، يا يما يا يما. انا كذلك تفاعلت مع اللقطه بنفس الطريقه، لانه في احنا كمسلمين وكعرب اكيد في لحظات الفرحه نتذكر دائما والدتنا. انا صراحه تذكرت الوالده مباشره بعد تسجيل الهدف، لانه لحظه فرحه مهمه. لاعب صراحه جوهره بالنسبه للكره الجزائريه. ردة فعلك بهذا الهدف شنو صار معك بالضبط؟ تخيل انا شاهدت الهدف، الكره تدخل، لكن بعدها شاهدت الهدف ممكن
50 مرة ممكن أبالغ، لكن 50 مرة. لا أنت بلحظتها رد فعل أكيد السجود للأرض. الحمد لله، أنا قلت الحمد لله، لأنه صراحة كانت مباراة صعبة جدا، لكن كنا نحتاج إلى لاعب حاسم، وظهر بول بينالدو في وقت حاسم وسجل هدفا رائعا. هذا الجوهرة كان من أفضل اللاعبين في الدوري الجزائري خلال المواسم الماضية، حتى في الدحيل قدم مباراة كبيرة أمام نجوم الاتحاد السعودي اللي فيها كريم بنزيما. نعم. فتحي، أنا أعرف شخصيا الجميع يستمتع في هذا الهدف، لكن أنت تستمتع بطريقة مختلفة تماما. الهدف جميل، يعني الهدف يعني تعجز الكلمات في وصفه، في توقيته، في تأثيره، في أهميته، في أن يكون هو وسيلة للعبور. هدف ولا أروع. الهدف هذا كنت أفتقد للأحبال الصوتية. معناها يعني قصدك جهز نفسك يا بدر. كنا لا كنا نشاهد المقابله مع الاصدقاء البين سبورتس. الحقيقه عيطه كبيره بس انت شباب للحين ما شاء الله. لا بالطبع. اي شباب الحقيقه معناها شعور وكانه معناها تونس سجلت، لانه بالنسبه لي انا الجزائر، مصر، المغرب، الكل معناها بالنسبه لي انا بطبيعه حال نتفاعل ايجابيا، ما عندناش فرق، ولكن الحقيقه شعور خاص جدا مع الفريق الجزائري، لاني ايضا من الناس اللي امنت به. وكنت اتذكر في الحصه الاولى والكلمه الاولى اللي قلتها على الفريق الجزائري، القليب قلت. لا قلت القليب. نعم. الفريق الجزائري جاي في صمت وسيتكلم خلال البطوله، بل اليوم كان في صمت وتكلم وغنى، وكانت سيمفونية جزائرية رائعة جدا. مني باش نبدا لك على الفريق الجزائري، كنت أتذكر أيضا المقابلة الثالثة، قلت اليوم المقابلة الثالثة بيتكوفيتش حتى البصمة نتاعو بالنسبة لي أنا على الفريق الجزائري، وتأكد ذلك تلك البصمة اليوم. من أنقذ الفريق الجزائري؟ من مكن الفريق الجزائري من العبور؟ البدلاء كانت لهم وصفة الدواء. البدلاء هم اللي جابوا نتيجة المقابلة. معناها يخرج رياض محرز في دقيقة 60، ثم يخرج مازا ويخرج الكل، والفريق الجزائري ذكرت أن لم يتغير. كانت لهم وصفة الدواء. وصفة الدواء. وهذا والعملية متاع الهدف، واحد صناعة وواحد تسجيل. بالضبط. معناها أول ردة فعل بعد الهدف والعيطة والصياح، وأنه شوف من صنع ومن سجل. وقلت ربما ما تبعتش برشا الحقيقة، لأن كنا يعني شوية أعصابنا مشدودين. ملا بيكوفيتش. لا ملا مدرب صراحة. حاجة أخرى على المدرب، في كلمة الهدوء. ما ريتش تدور في كل المدربين. يا ولدي قال لك كي كان يدرب في لاجو يعيطوا له الدكتور. هذاك علاش قلت الدواء، انا مش الدواء من عدم. وقاص صيدليه تتوفر فيها كل الادويه، وهو بنك البدلاء نتاع الفريق الجزائري. مدرب اسمع يعطي، شوف وقت المدرب يبدا رايض، المدرب يبدا ماسك اعصابه، المدرب لا يتدخل الا في جزئيات قليله، يعطي الهدوء للفريق. وقت اللي مدرب يبدا متشنج. تكلمت عن مدرب، لاحظت رياض محرز وهو يهمس في اذن المدرب. هذيك احسن لقطه. لا احسن لقطه. شوف رياض محرز وما ادراك، قائد الفريق والتاريخ نتاعو وغيره، وهز وانه يخرج في دقيقه 60 واي رده فعل. لا رده فعل، ويقبل ان يكون. ربما كنت تتذكر انت جبت رونالدو، تذكروا رونالدو في النهائي في بتاع اليورو، عندما خرج اصبح يهمس في اذن المدرب نتاعو، لانه يقرا. طيب واحلاها العلاقه. وحيد رايك في معلومه حصريه في خصوص هذه النقطه؟ معلومه حصريه؟ مصدر خاص. انا حديث محرز اللي جرى بينه وبين بيتكوفيتش، طلب من المدير او تشاور معه وطلب منه ان يدخل زروقي وكذلك بولبينا. هذا هو القائد الذي نحتاجه في المنتخب. محرز للمباراة الثانية التي يقوم فيها المدرب بإخراجه. تخيل محرز في وقت ما لا يوجد مدرب بإمكانه أن يقوم بإخراجه في النسخ الماضية، لكن اليوم أخرجه للمباراة الثانية، وبعد أن خرج وهو من وهمس للمدرب وطلب منه أن يدخل زروقي وكذلك بولبينا. زروقي الذي تعرض لانتقادات كبيرة خلال الفترات الماضية، أكثر لاعب تعرض للهجمات هو زروقي.
دخل في المباراة وقدم أسيست. للعلم فقط أنا الوحيد ممكن من الناس الوحيدين الذين يعني دافعوا على زروقي في فترات ما. بس أنت الوحيد وأنت وحيد. وأنا الوحيد. الوحيد الذي يقرأ. لهذا قلت أنا أسعد واحد في اليوم، أنا أسعد واحد. كلنا سعيدين بهذا. صابر وبدر أعطيكم إتاحة فرصة لكل ما شاهدنا من أمور إيجابية. شوف احنا كلنا كنا متفقين على انه هدف الكعبي في جزر القمر المقصية هي أجمل الأهداف على الإطلاق. صح. النهاردة دخلنا في جدال أيهما أجمل. شوف وصلت قيمة هذا الهدف وجمال هذا الهدف. صحيح يمكن يبدو أنه في الشكل الجمالي ليس في جمالية هدف أيوب الكعبي، ولكن في الأهمية وفي الحسم وفي التوقيت برافو عليك، وفي التوقيت وفي هذه اللحظة والمباراة العصيبة، وأن أنت توصل للأشواط الإضافية، وفي الحسم وأن تكون بديل وبمجرد بالنزول والصناعة من بديل آخر. كل دي عوامل بتخلي كفة هذا الهدف لا تقل في القيمة عن كفة أيوب الكعبي. أرجع لجزئية رياض محرز في هذا الحوار القصير ما بينه وما بين المدرب في أكثر من قيمة قبلها بالطبع. قيمة خروج رياض محرز وما أدراك ما رياض محرز، والنهارده عمل رقم قياسي بالمناسبة هنذكره في معرض الحلقة، تفوق فيه على الأسطورة رابح ماجر النهارده هو وعيسى مندي. لما يخرج بهذه الروح ويفضل على الخط ويوجه زمايله، مفيش الغضب اللي احنا بنشوفه في بعض النجوم، وكمان المدرب وقيمة المدرب وثقته في نفسه. نعم، في هذه الهدف من كل الزوايا شاهدناه. فكما ذكرت هدف جميل، ورابح ماجر كذلك سجل هدف جميل. اهداف مفيش اجمل منها طبعا اسطوره رابح ماجر. ولكن انا بتكلم على الارقام النهارده. رياض محرز لعب المباراه 23 في بطوله افريقيا مع عيسى مندي، تفوق على الاسطوره رابح ماجر كان لاعب 22 مباراه فقط. الجزئيه بتاعه المدرب اللي انا حابب اشير ليها، احيانا بنلاقي بعض من الكبر والغرور انه ما يسمعش للاعب مهما كانت قيمته، عشان حتى لا يظهر ان هو شخصيته ضعيفه، ولكن الاستماع دايما لوجهات النظر واتخاذ القرار الاصوب في النهايه ده يحسب للمدرب من ضمن امور كثيره جدا تحسب لبيتكوفيتش. بدر، أنا شخصيا من دون تقليل من أي عنصر من عناصر المنتخب الجزائري، لأنني أنا في النهاية أؤمن على أن الإنجاز هو إنجاز جماعي، إنجاز فريق، روح فريق، شخصية فريق، إرادة فريق، وأيضا تفاعل مع مشجعين. ما شاء الله اليوم أعتقد المنتخب الجزائري يحظى بمساندة قياسية في المغرب، لا يحظى بها أي منتخب على الإطلاق غير المنتخب المغربي. هذا عنصر مهم جدا يجعل من الفريق الجزائري يلعب في ملعب مولاي الحسن وكأنه يلعب في عنابة أو أي مكان آخر في الجزائر، وهذا شيء رائع وجميل جدا. ثم أيضا أنا قلت على أنني لا يمكن أن أفصل العناصر للنجاح عن بعضها، لكن دعني أتكلم على المدرب. أنا سقطت في حب هذا المدرب. مدرب يسلم على اللاعبين، لاعب حلو الروح ما بين اللاعبين. شوف، مدرب أحيانا يبدو واقف كالجبل، ما تهزو أي رياح، لا يمكن يتخلف فريقه، ولا يمكن يتأثر بإصابة لاعب، ولا يمكن يتأثر بأن أشياء تجري عكس ما كان يخطط له، لأن عنده الفرحة هذه تستحق أن نتابعها. رأيك بدر بهذه الفرحة وكذلك بالعلاقة التي انعكست من خلال هذه الصور المباشرة في أمور مميزة كثيرة، روح الفريق، المدرب مع اللاعبين، اللاعبين ما بين بعضهم البعض، كثيرة هي الإيجابيات في المنتخب الجزائري، وكذلك الروح القتالية والمستوى الفني العالي. مشاري كبر الفرحة يحددها السياق اللي تجي فيه. الكل كان يعرف أن المنتخب الجزائري جاي بالعلامة الكاملة من مجموعته ب3 انتصارات، واحيانا وإحنا كنا نشوفوا البطولات المجمعه بعض المنتخبات اللي تفوز ب3 مباريات تجي لدور الثمن النهائي او ربع النهائي وتنسحب. فلذلك كان المنتخب الجزائري حريص جدا على انه لا يخطئ، يستحق ان يمر سيمر، وبالتالي عمل كل شيء من اجل الامور، وبذلك الفرحه مستحقه لانها تفتح الطريق نحو افاق اكبر، بمعنى ان اليوم نحط بأن المنتخب الجزائري أصبح من أقوى المتنافسين على اللقب الإفريقي. ولكن أنا الجزئية الأخرى مدرب أنا عشقته، لأنه طريقة تدبير المباراة في كل مراحلها. الرجل يشعر عندما ينتهي مفعول لاعب ما، انتهى مفعول لاعب أيت نوري خرج أيت نوري حتى لا يتصدع الرواق الأيسر، انتهى مفعول مثلا رياض محرز أخرج رياض محرز وأدخل أيت الحاج، وبالتالي كل التغييرات كانت تغييرات مدروسة
ورجل يدبر فصول المباراة بطريقة رائعة وجميلة جدا. أنا أهنئ المنتخب الجزائري على مدربه، لأنه أخيرا جاء بمدرب ليعطيه هوية جديدة، وهذه الهوية تظهر في كل المباريات. أي يستحق الرقم الذي يأخذه. نعم، في تصريح شد في الفلوس ما حب يسيب من اللي بدينا ويحكي على الفلوس. جميل جميل هذا التواضع من عادل بلبينة. ردد الحمد لله وهو نجم هذه المباراة بهذا الهدف الجميل، ولا ننسى حتى التمريرة كانت مميزة يا وحيد. تواضع وتركيزه، وقال نحن في المنتخب في تركيز للمنتخب. قد يكون هذا أمر جدا إيجابي وانعكس على هذا الحديث المتواضع رغم تسجيل لهدف كبير وحديث صحيح. أفريقيا كاملة والجزائر بشكل خاص. الجميل التمريرة بدأت من الحارس لوكا زيدان. من الأمور التي استفدنا فيها في حارس لوكا أنه يلعب برجليه أفضل ممكن من اللاعبين نفسهم. ما لفت انتباه في تصريحه، قال طيلة المباراة وأنا أركز على المدافع الكونغولي كيف يمتص حرارة اللاعبين، وهو لم يعطيه الفرصة. تخيل طيلة المباراة وهو يركز على هذا اللاعب وممكن ما يشاركش. يعني هنا تعرف قيمة بولبينا، قيمة الموهبة اللي يمتلكها. يعني أنت تكون في دكة الاحتياط وتركز على منافسك وأنت ما تلعبش. يعني لو خلصت المباراة في الشوطين الأول والثاني ممكن ما يلعبش، لكن طيلة المباراة هو يركز على المنافس، تمكن من امتصاص حرارته، لم يمتص المدافع حرارته، هو اللي يمتص. الأهم أن هذا الهدف كان سبب لهذه الفرحة لجميع الشعب الجزائري، وكذلك للمغاربة اللي حاضرين وكل الجاليات العربية. احتفلوا احتفال وكأن كل واحد فيه أنا لاعب بلدهم هو من سجل، وهذا قد يكون واحد من مكاسب هذه البطولة يا فتحي. صحيح، حقيقة أنا نخاف عليه توا عادل بولبينا. أنا والله نخاف عليه. معناها في 7 دقائق لا شوف الحياة، شوف الحياة ديما يخاف درس. لا توقعي كان يخاف. لا بس خليه يعبر لنا، برجع لي غادي يفسر كلامي. درس من دروس الحياة. نعم. مش ديما يخاف، ما نخافش اكيد كان نخاف ما يجيش هوني. والله درس من دروس الحياة. حياتك تتقلب ب 180 درجة في 7 دقائق. يمكن الكرة الوحيدة اللي مسها شوف فرحة شعب، إذا كان ما نقولش فرحة الناس اللي تحب الجزائر. واخذ رجل المباراة بالطبع. أنا فاهم أن أنت قصدك قد يشكل عليه ضغط بالاستمرار. بالطبع، ما أنا خاف عليه، أنا خاف عليه بحب، لأنه أكيد هذا اللاعب في تصريحه جاي من البطولة العربية، ما كان ينتظروا حتى حد، وربما حتى كي جاء في القائمة ربما نقطة استفهام، لأنه وش يقول محلاه الولد، شو محلاه، نخاف عليه فعلا. ردت 7 مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال جاي في فريق مدجج بالنجوم وأنا صغير في وسطهم ونستمع للمدرب وكأني تلميذ قدامه. معناها جاي مش مصدق، وكأنه معناها في رجل المباراة. واليوم رجل المباراة، وأنا نتمنى ومتأكد، لأنه بين أيادي ممتازة وأيادي أمينة وأيادي رصينة، وأنه باش يبقى سقيه على القاع، وهذا اللي نتمناه. لأنه قداش من لاعب يتغر، لكن يبدو أنه عادل بولبينا لاعب فعلا رغم صغر سنه، رغم قلة تجربته، رغم أنه أول مرة يلعب، رغم أنه سجل هدف العالم الكل تويراه، فهو معناها قعد عقل يحمد المولى سبحانه ويحمد الكرة اللي أنصفته، متواضع جدا. نعم. محلاه، ولكن بربي نخليه يقعد على سقيه. إذن خوف فتحي لحرصه على بولبينا، وكذلك استغلال بولبينا، وقد يكون هذا درس لجميع اللاعبين. صحيح. تلعب لجزء في المباراة، لدقائق معدودة في المباراة، قد تفتح لك وتكون عبور لاسم كبير من خلال هذه المواجهة تحديدا كما شاهدنا عادل بولبينا. شوف في مثل يردوه زملائنا المعلقين وانا بحبه كثير، يقول لك اذا هبت رياحك فاغتنمها، اذا ما لاحت لك الفرصة لا تضيعها، اذا ما انت قدم لك القدر فرصة لتكتب التاريخ، هي اكتب التاريخ. كانك تقول إذا صبالك زمالك عليا ضامن اشرب قبل لا هو خلاص شرب ما شاء الله. أنا كنحاول نستفز ملكاته الشعرية قدر ما أستطيع، فبالتالي أنا شاهدت هذا اللاعب قبل، يعني يتكلم عليه واحد، لكن أنا شاهدته مع نادي الدحيل في دوري أبطال آسيا، يلعب مع نادي الدحيل ويسجل أهداف رائعة مع نادي الدحيل، وبالتالي يختير
ضمن منتخب الجزائر اللي شارك في بطولة العرب، كان ألمع العناصر صح. الجزائرية في دوري أبطال في كأس العرب، واختياره كان واحدة من القرارات الجريئة اللي كانت عند المدرب بيتكوفيتش. هذا علاش قلت لك أنا مدرب لا يخاف، مدرب يصنع قراراته، مدرب لا يلتفت لما يقوله الرأي العام والشعب رغم وغيره. الضغط كان فيه ضغط عليه بخصوص بولبينا. لا شوف، جابوا اعطاه فرصه، وفي 7 دقائق استطاع الولد يكتب تاريخ. الان عمل للمنتخب الجزائري العبور التاريخي اللي لا يستطيع انه ينجزه الا كبار اللاعبين، فما شاء الله عليه تبارك الله عليه. ثم ايضا يقين بالله سبحانه وتعالى، انا مؤمن على انه سيمضي بعيدا. ثم ايضا الرسائل التي قدمها من خلال التصريح، تحدث عن روح المجموعه، تحدث عن التلاحم، على روح العائله. هذه هي مواصفات البطوله اللي كيتمتع بها اي فريق. ثم ايضا قال لكل مجتهد نصيب، هو اجتهد واصاب وله اجر الاجتهاد واجر التسجيل في مرمى الكونغو عندك الديمقراطي. تعليق صابر؟ شوف يعني بدر يعني استفز قدراتك الشعريه، الفقره دي استفزت قدراتي الرقميه. اقول لك مجموعه ارقام سريعه. يلا قول. أنا عديته انت قدراتك الرقميه ما تستحقش واحد يستفزك. طب شوف هذه موجوده ما شاء الله. اي بس قول ما شاء الله، تقول ما شاء الله. قول ما شاء الله. بس بدر روح صوتك. ها صابر جوجل. يلا صابر. هو في هذا المجال كالنافوره الموسيقيه. هو تصريحه تفضل. في دقيقة واحدة قال الحمد لله 7 مرات. نعم. عديناهم وراه 7 مرات. الحمد هو لله. لعب 7 دقائق في المباراة. نعم. 7 و7. هو لاعب بيلبس رقم 7 مع المنتخب. يا سلام. هو كمان لما جه الدحيل ما لقاش رقم 7 متاح، اختار 7 77. يا سلام عليك. يا سلام. وانا اقول لك حتى الشقه نتاعو اللي يسكن فيها رقم 7.